الا كنتي كتحس بالاحباط او لا كيفاش تخرج من الاكتئاب وتواصل او لا تقوم بتحقيق الاهداف ديالك اخويا العزيز، ماشي بالسهله غنجيو نوركوا واحد البوطونه كلشي عيتبدل. نصيحتي لك في هذا الفيديو هذا باش تخرج من الاكتئاب اخويا العزيز، ما نقولش لك انا خرج بدل او لا سافر او لا دير او لا دير او لا دير وانت مازال انسان ما مهيئش راسك بزاف ديال المسائل. اهم نقطه اخويا العزيز كاين باغي طاب باش تكون واحد الانسان متميز. كما كنعرفوا الدار كتخليك او لا كتخليك مهرب على راسك، بانك واحد الانسان ديما كتخلي واحد العناصر التشتت كيأثروا عليك بزاف. كما كنوصل لك بحال هنا واحد باغ اكزومبل بهاد التصاور كيخليوك مسجون واتساب فيسبوك انستغرام، وكتكون انت واحد الانسان محبط. يعني كيفاش تحيد الطاقه السلبيه ديالك؟ بعض المرات كما كنعرفوا انا ولا اي شخص او لا بعض المرات كنت خدمت في واحد البروجي، ولكن ديما الانسان ملي كيبغي يعني كيدخل لواحد المؤتمر كيكون مثلا 500 شخص ولا 1000 شخص، ديما كيكون مثلا حنا مثلا كاينين 10 هو كيقدمو كيولي كيدوي قدامنا من 10 20 30 40 ألف شويه كيولي كيهضر عادي، ماشي من الديبار هو جا وهضر قدام 5000 واحد او لا 10000 واحد. يعني انت ماشي من الديبار عتجي عتحصل على كل شيء هو هذاك. بان خويا العزيز حاول مره خرج، حاول مره دير شي حاجه اللي غتفيدك في المستقبل ديالك. اعطيني شي حاجه اللي غتستافد منها وشي حاجه اللي غنطبقها خويا العزيز. بانك نتايا حاول تبسع من داك الخمول او لا داك التفكير الزائد او لا كما نقولوا ديك منطقه الراحه ديما غتخرج عليك، بانك تبقى كتفكر انا غنخرج انا شنو غندير. كتولي انت سبحان الله بحال شي انسان زحاف. انت راه كلشي عندك الصحه ديالك، غير انت عندك الخمول في العقليه ديالك، وحتى ملي كتبغي تتكلم او ملي كتبغي تهضر او ملي كتبغي دير علاقات جداد مع ناس كيولي كيجي داك الشيء صعيب. وبالخصوص في هذا الوقت هذا بانك انت حاول بعض المرات خرج دير سبور، خرج بدل جو، تعرف الاصدقاء، سير دخل لاصال مثلا تقيد في لاصال كتولي كتلقى بنات ميكس فيه دراري وبنات، اولا كتلقى لاصال فيه لي كوتش اولا دراري عتلقى كتولي كديفلوبا منهم. يعني عتبدل الروتين ديالك. ركز معايا، وحاجه وحده اللي هي ضروريه في هذه الحياه هذه، ما نقولش انا مثلا العلاقات ولي كوبل والصاحب، اهم حاجه هو الحل المشاكل، هو نحل كيفاش نجيب الدرهم، هو بانني انا نخدم على راسي. عندك بروجي او لا خدام على راسك، حاول ما يمكن اخويا العزيز خزن شويه وكل شويه. ما تكونش داك الانسان اللي عنده ديك العقليه بان اني ولا بقيت عايش حتى الغدا وانا. علاش كتشوف بان واحد الانسان لي كوبل ملي كيتزوجوا هذا ديما كيخلي واحد دوير الزمان، كيقول لك واحد الفلوس دوير الزمان، حتى لا قدر الله مرض البيبي ولا مرض واحد الدري ولا كانت شي حاجه كتكون تحت منك واحد المليون 6 المليون 3 المليون. انت ملي كتكون خدام ديما نحيد واحد الثمن فيكسي 500 ألف درهم هذا بشويه حتى لا قدر الله واحد الايام ما بقيتش خدام وهذا كنجلس كنلقى تحت مني ماكينه ديال الصرف، كنلقى تحت مني الفلوس اللي اصلا عيهزوني. بحال كما كيقول لك دابا عندك فلوس ومشيتي لبرا مثلا مشيتي للغربه، على الاقل دي معك واحد 6 المليون مثلا 3 المليون عيديفلوبيوك باش تكري باش تاكل بين ما دبرتي على خدمه. يعني ما تكونش عندك ديك العقليه مثلا ديال واحد الحشيش والشراب وهذا وتا بغات الحياه وهذه. شوف خدم لي على راسك باش حتى كانت شي كونطرا مثلا شي كونطرا او مثلا شي مشيه لبرا او شي بلاصه ديما تكون تحت منك الفلوس. يعني حنا خاصك تشوف المستقبل، ما ترجعش للور اخويا العزيز. بالنسبه نتايا حاول شي حاجه بدايه بساط نخدم عليهم. هو مثلا نقدر ناخذ منتوجات، كاين ماركت بليس نولي كنحط في ماركت بليس نولي كنبيع وكنشري. كاينين مثلا هاد التطبيقات اللي غنحط لك مثلا هاد التطبيق ديال تيمو وهذا ديال اليكسبريس. هاد التطبيق ديال تيمو الا دخلتيه عندك في التليفون وبغيتي تخدم به، مثلا بغيتي تجيب منتوجات من الصين تجيبهم حتى للمغرب مثلا، انت كتدخل واحد لاكارت ديالك مثلا ديال البنكه، هذاك الشيء مسيكيريزي ما كاين لا داك الشيء تخربيق لا يشفروا لك لا هذا. يعني انت عجبك واحد البرودوي مثلا حنا في المغرب كنقولوا مثلا دير 50 مثلا دير 50 درهم، انا بعض المرات كنبيعو ب 150 درهم كنقدر نربح فيه بعض المرات 100 درهم حتى 150 درهم، كيجي من بلا ديوانه بلا حتى شي حاجه. يعني البيع والشراء فهمتيني. وهذا التطبيق هذا التيمو هذا على الاقل مره اول مره اللي بغيتي تشري 200 درهم، المره الثانيه ندير لك تقريبا 250 درهم.
حتى 300 درهم على الاقل. 300 درهم عاد لك تشري بها فوق 300 درهم. اما هاد علي اكسبريس 100 درهم 120 درهم 130 درهم. هاد المنتوجات كاملين كتقلب على داكشي اللي كيعجبك، شي برودوي غابر كتجيبو نتايا. ملي كتجيبو نتايا كنمشيو حنا للفيسبوك مثلا، الفيسبوك كنمشيو هنا للفيسبوك كندخلوا هنا الماركت بليس مثلا، كتجينا كتلقى بزاف ديال الناس حاطين كيبيعوا كيشريو كيدبروا على راسهم مثلا. الناس خدامه وكتدبر على الصرف. انا دري قال لي بغيت نبيع واحد الموتور ديال الوالد ديالي ما كنعرفش، صورنا حطينا في ماركت بليس، تفاهموا هو والسيد تقريبا. عيط لي على هذا الفيديو قال لي واحد يومين انا غنجي عندك. اش عيدي في الزنقه يسول دا كيما نقولوا حنا في كازا دار القريعه، واحد كيعطي مثلا 6000 درهم واحد 5000 درهم. وملي حطوا في ماركت بليس انسان كاين الذواقه، كاين انسان باغي يشري فهمتيني كيجي عندك فهمتيني. باعوا تقريبا بغى يبيعوا تقريبا بمليون و20 فريال واحد الموتور. ما علينا، كتجي هنا الماركت بليس، كتجي لهاد البلاصه هادي بانني غير كنحط لك التصاور هذا باش تفهم بان نبيع. كتكليكي هنايا وكتجي هنايا كتختار التصاور ديال داك المنتوج اللي وصلك، كنصورهم ولا كنختار التصاور من داك التطبيق ديال تيمو او لا التطبيق ديال علي اكسبريس. كنختار التصاور هادو كنحطهم هنايا، وفي هاد البلايص هنايا راه داكشي ساهل. كنحط الاثمنه وكنحط الوصف وكنحط السميه ديال المنتج صافي فقط. صافي ديك الساعه ملي كندير ليه بيبلي اولا كندير ليه نشر راه صافي كيتقبل في ماركت بليس، كيولي طالع حتى هو في ماركت بليس. اي واحد جاني ميساج كيسولني كنقول له انت الثمن شحال داير عجبك مرحبا، كندير انا وياه نتلاقى انا وياه. خدام هكا كندبر على راسي. فهمني شنو كنقول لك؟ بدا غير بشي حاجه بسيطه، اي حاجه تتباع دير ما اي حاجه كتباع حطها. انت باش تخرج من واحد العالم افتراضي للواقع او لا تكون من العالم افتراضي وندخل الفلوس من العالم افتراضي ونحاول نتلاقى في ديتات. نحاول شوف بالنسبه نتايا خاصك ما تكونش واحد الانسان ديما اللي كتلوم في النفس ديالك. اكيد كنمروا بواحد الحاله بحال بعض المرات ما كتكونش راشقه لك، المود ديالك زيرو، الخمول وهذا بالعكس ديما نوض بدل الجو، ضرب تدويشه، خرج يضربك غير البرد. ما تبقاش انت ساد عليك وكتبقى كتلوم في الدوله والفلوس وما عطاتنيش وهذا. التغيير كيبدا منك انت، ما يبداش منهم هما. ما تسناش انا بنادم يجي يوريني ولا يجي يعطيني، العاطي الله سبحانه وتعالى كل شيء كاين. فهمتيني بلان خدم على راسك بشويه بشويه عاد توصل داك الشيء اللي بغيتي. اما انت غتبقى ساد عليك في واحد المنطقه ديال الراحه، ويا ربي تعطيني خدمه، يا ربي تسهل عليا، يا ربي، واخا تبقى تطلب ليل ونهار اخويا العزيز. فهمتيني بلان كما كيقول الله سبحانه وتعالى شري عبدي انا نعاونك. دير السبب واخا شي حاجه تكون غير بسيطه. خلاو الناس الاولين قال لك خدم في فرارك وتحاسب مع البارك، واخا تكون انت دخل غير 30 درهم في النهار ولا 20 درهم مثلا 20 درهم ولا 30 درهم ونتحاسب مع داك اللي بارك. انا ممكن ندخل 30 درهم 40 درهم نقدر ندير بها قهوه، ممكن ديفلوبي راسي حيت انا عارف راسي في واحد الخدمه ولا في واحد الشركه راه ما نطولش فيها بانني ندير ليا مثلا 2000 درهم ولا 3000 درهم. وانا كندير وكيجيني واحد المره بانني كتبان لي ذكي وعارف شنو كندير، كنشوف شي حاجه اللي كتكون محسن. حيت الحياه راه كامله مغامرات. فهمتيني؟ راه شوف راه بحال شي بالون جاي ديما تخوع عليه. فهمتيني؟ كروشيه تجي ديما خوي عليهم. كاينين الناس السلبيين، الناس اللي ما يبغيوكش، الناس اللي عايكرهوك، حتى شي تخربق، حتى كدير، حتى شي حالتك كيدير، حتى تنوقفوا معاك، تشوف هذا بنادم ديما كيطيح من القيمه ديالك. ولكن سد فمك، ما تقولش لبنادم شنو باغي ندير، شنو فاش باغي نخدم، شنو باغي نوصل، شنو. ما تقولش لبنادم مادام انت كتجري في الخير وكاتوم ديفلوبا وكون اكيد مع الوقت ان شاء الله اقسم بالله كيسهلها لك الله. اما انت واحد الانسان ما كديرش شي رده فعل الرياكشن ديالك لراسك، كنبقى انسان طاوي يديا وكنلوم في النفس ديالي. دير اي حاجه. السائق ديالي كان خدام سيكيوريتي، هو عنده مع لونجلي، عنده مع فرنسي، قاري تبارك الله، وخدام سيكيوريتي. وقال لي تخايل معايا جا واحد الدري خدام سيكيوريتي تا هو تقريبا ب 2500 درهم اللي هي 250 دولار. قال لي تخايل معايا جايب معاه الدفتر والكتوبه كيراجع فيه مره ديال الدكتوره، ديال الدكتوره. قال لي انايا راه غير كنجي نضرب واحد شهرين، ضرب 3 شهور، نجمع شويه المصاريف ديك 7000 درهم 8000 درهم 10000 درهم. بنادم كيعرف كيفاش كيعيش. راه ماشي انا خدمت في السيكيوريتي ولا خدمت كنبيع ونشري ولا هذا بانني نبقى فيها حياتي كامله. راه ما عرفتي الله شنو مكتب لك من القدام. راه خاطبقى تحسب وتعاود تحسب اللي مكتب لك الله توصلك قليله كثيره توصلك. ولكن مره خدم عقلك حيت انت عندك بروغرام ديالك. باغي الفلوس شنو باغي ندير بهم، فنوصل بهم، نشري بموتور، نشري طوموبيل، شي حاجه اللي نتنفع بها، شي حاجه اللي نخدم بها. يعني كنزيد كنطور في راسي بشويه. ما يمكنش حتى الشيء كامل عاد توصل ليه، ولكن خطوه
زيد خطوه، غير بدا. فهمتيني؟ غير كما كيقول لك البدايه صعيبه. واحد كيقول لي دابا انا جيت نفتح قناه ولا جيت ندير واحد المشروع في الزنقه وبنادم غيشوفني وهذا، كون اكيد انت تجاكيطه شرقه من اللور تما غادي في الزنقه. ما البنادم غيقول لك اوليدي هاكا جاكيطه ولا كذا، بنادم غادي قايم مصلحته، غادي يحاجته، بنادم ما مهتمش بيك، غير انت عندك ديك الرؤيه ديال بنادم. بنادم انا نشوف راسي كما بغيت انا، ما خاص نشوف بنادم كيف ما بغاني هو. انا ما كنهتمش بنادم، انا نهضر لك على راسي، نخرج معاك في الصنداله ديال العيالات في الزنقه، ما كيهمنيش الاراء ديال البنات، حتى واحد ما يجي يعطيني، حتى واحد ما يجي يوريني، حتى واحد ما يقول لي شي حاجه. علاش نتوما كديروا في هذا البنادم كنحشم كنخاف لي ستريس الضغط النفسي هذا؟ غير نتايا عندك صراعات راسي مع راسك، غير مع راسك، حتى واحد ما كيهضر معاك. فهمتي البلان؟ تما غادي في الزنقه دير تيست، ريحها بحكم بحال هذيك اللعيبه ديال الشناوه ولا هذا كيبدا يدخلوا. انت ريحها بحال ما هكذا في الزنقه، غيقول لك راه هو مسطي، راه هو مسكين ما عرفتش شنو جرى ليه. غير من بعيد ما البنادم يجي يقول لك ماك وهذا بنادم غادي قادم مصلحته، بنادم ما عنده ما يدير بك انت، باش تفهم بحال غير انت كيجيب لك الله، راه بنادم كامل حاضيك، بنادم كيشوف فيك، بنادم حيت انت درتي بالك مع بنادم. وملي كدير بالك مع بنادم كون اكيد حتى هو كيدير بالو معاك انت. فقط خدم على راسك، بغيتي تتعلم، بغيتي تستافد كثر في اي مشكل عندك، في اكتئاب، في حشمه، في خوف، راه كندير لك ابيل اونلاين في واتساب، راه كنديفلوبيك. الا كان عندك مشكل حتى في العلاقات مع داك الشخص اللي كتكون كتكلم معاه او اي انسان، ها هي النمره. مرحبا بكم، الف مرحبا.